حبايبي، أهلا وسهلا بيكم في قناتي وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنكمل التايير اللي احنا ابتديناه الفيديو اللي فات. كنا أخدنا فيه الجيبة وخلصناها وعملناها مع بعض، ولقيت إن حضراتكم في ناس كتير نفذت معايا الموديل وبعتت قالت لي ربنا يخليه يا رب حاجة حلوة بالنسبة لكم وتستفيدوا منه وتعملوه وتلبسوه في الفرح يا رب. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض الجاكيت. الجاكيت بسيط جدا جدا بس مناسب جدا للجيبة بتاعته، يعني التايير كقطعتين مع بعض. شكله حلو وجميل، تعمليه بأي لون حضرتك بتفضليه. بيتميز بوجود فتحة للصدر مدورة وزراير وعراوي، هما 3 زراير وعراوي، في واحدة تحت الفيونكة وبنص كم، واللون الأسود بيحلي يعني بيحط كحلية على الصدر في الرقبة وفي الديل وزراير الصدر والأكمام. الفيديو بتاع الفيونكة أنا هنزل لكم الرابط بتاعه عشان موجود في القناة بدل ما أضيع وآخد وقت طويل في الفيديو، فأنا عاملاه في فيديو مستقل وهسيبه لكم الرابط بتاعه. كمان هنا تقدري تعملي الموديل لأي مقاس. أنا عاملة نموذج صغير للشرح، لكن حضرتك تقدري تعمليه بنفسك. انت بتبقي محتاجة دوران الوسط والطول من الوسط لغاية حردة الباط، واللي هو كمان المسافة من الباط ده للباط ده اللي هي نص دوران الصدر، أو بتاخدي دوران الصدر كله على بعضه. فتحة الرقبة متسعة شوية من قدام، لكن من ورا هي شبه مستقيمة، وده شرحها ليه في الفيديو، هتشوفيه وهتعرفي ليه أنا عاملة كده وليه الجزء ده بيبقى شبه مستقيم شوية، الانحراف بتاعه بيبقى ضعيف. الغرزة هنا غرزة العمود، لأن احنا كنا عاملين الجيبة اوريدي بغرزة العمود، فما ينفعش أعمل غرزة تاني في الجاكيت. الجاكيت سهل جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك بتحتاجي مقاس كمان عرض الكتف قد ايه. عرض الكتف المفروض ان انت بتشيلي منه الحردة بتاعة الدوران ده، لانها زي ما قلت لحضرتك هو مش مخنوق على الرقبة. بتاخدي كمان طول الكم واتساع دوران الذراع من الحتة دي، وبتاخدي كمان طول حردة الباط. كل دي مقاسات حضرتك مفروض بتقيسيها قبل ما تشتغلي عشان ما تعمليش وتفكي ويطلع معاكي ضيق قوي او واسع قوي. اتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة، واتمنى كمان تنفذوه، ما تبقاش مشاهدة وبس لكن تنفذوه وتعملوا الخطوات اللي فيه. وانا كل ما بيجي خطوة عليها تركاية تنفعك في اي حاجة تانية مش بس في الجاكيت ده انا بقولها، بحيث انه الفيديو بتاعي ما يبقاش متوقف على حاجة واحدة بشرحها، لكن بقول لو حصل كذا نعمل كذا، لو هتعملي كذا تعملي كذا. يعني في كل خطوة انا بحس ان انا عايزة افيدك بيها فبفيدك بيها، ما ببخلش عليكي بالفكرة او ما ببخلش عليكي بالفايدة. يلا بسرعة بينا ونشوف هنعمل ايه ونشتغل ازاي، وهيبقى قدامك هتعملي ايه جزء جزء وخطوة خطوة، وهو مش هياخد مننا وقت ان شاء الله. يلا بينا بسرعة. انا هبتدي اول حاجة هعمل سلسلة، والسلسلة دي مش مرتبطة بعدد قد ما هي مرتبطة بدوران الخصر او دوران الوسط. يعني انا هعمل سلسلة طولها يساوي طول دوران الوسط. عشان كده هيبقى مهم قوي نعرف المقاس اللي احنا هنعمل له الجاكيت، فهناخد بس دوران الوسط ونعمل عليه السلسلة. فابتدي اول حاجة اعمل عقدة البداية، وبعدين هبتدي اشتغل عدد من السلاسل. انا هعمل نموذج للشرح ب50 سنتي، كأنه المقاس اللي انا هعمله الوسط طوله 50 سنتي، اللي هو مقاس سنة، على اساس ان بعد ما اخلص هعمل مردات، فالمردات دي هتزود الوسط وهيبقى اعلى شوية او اكبر شوية. فانا هعمل دلوقتي سلسلة طول السلسلة 50 سنتي، اخلص الطول وارجع لحضراتكم واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. عملت سلسلة
طولها 50 سنتي. لما تيجي تقيسي السلسلة ريحي السلسلة على الترابيزة او على الحاجة اللي بتشتغلي عليها وما تشديهاش، هتطلع بالظبط زي ما حضرتك عايزة. يعني ما تشديش السلسلة، سيبيها براحتها. عملت انا كده السلسلة 50 سنتي. دلوقتي هعمل ايه؟ هزود 2 غرزة في البداية، والاتنين غرزة مع الغرزة اللي بعدهم اللي هي تعتبر الأولى في السلسلة يعتبروا عمود. يعني السلسلتين اللي أنا اشتغلتهم دلوقتي مع السلسلة الأولى في السلسلة في العدد اللي أنا عاملاه هيعتبروا عمود. يبقى هدخل في الغرزة رقم 4 بقى، 1 2 3 في الغرزة رقم 4 وأعمل العمود رقم 2، عمود بلفة خالص عادي أهو. هدخل كده في اللي بعدها وأعمل عمود. هدخل في كل غرزة من الغرز كلها بتاعت السلسلة واعمل في كل غرزة عمود. انا بقى هشتغل لان الغرزة سهلة كلنا عارفينها اكيد. بدخل في الغرزة والف لفة واسحب واخد 2 وبعدين 2، اسحب 2 وبعدين لفتين بالطريقة دي. وصلت لاخر السطر، دي الغرزة الاخيرة هعملها. وبعدين هرتفع 3 سلسلة وألف الشغل. ال3 سلسلة كأنهم العمود الأولاني ده، فهدخل في العمود اللي بعده وأعمل عمود، هنا اللي بعده وهعمل عمود، وكل غرزة هتقابلني هعمل فوقيها عمود لغاية آخر السطر. هنشوف هنعمل آخر غرزة في السطر ازاي ونبتدي السطر برضو ازاي. كل غرزة بدخل وهعمل عمود كده. خلص السطر وارجع لحضراتكم. وصلت كده لاخر السطر، فاضل غرزتين. هنا الغرزة اللي قبل الاخيرة هعمل عمود، دول الثلاث سلاسل اللي انا كنت بادية فيهم في السطر اللي فات. هعد السلسلة رقم 3 وهدخل فيها واعمل العمود الاخير عشان ما اسيبش غرزة، ودايما احافظ على استقامة الجزء ده اللي هو الحرف. يبقى تالت سلسلة في العمود الاخير ده بعمل فيه العمود الاخير بتاع السطر الجديد. السطر التالت هبتدي بقى 3 سلسلة والف الشغل. 3 سلسلة دول اللي انا بنهي فيهم السطر اللي انا هشتغل بعد كده. هانهي في الغرزة رقم 3. هدخل بقى في الغرزة التانية لان انا كده عملت العمود الاولاني. هدخل في الغرزة التانية واعمل العمود، كل غرزة هدخل فيها واعمل عمود. هشتغل بقى بالطريقة دي سطر رايح وسطر جاي لغاية ما اوصل لتحت الباط. طبعا هنا المقاس من الوسط لغاية تحت الباط هيختلف بالمقاس اللي حضرتك بتعمليه لحد كبير، بتعمليه لحد صغير، بتعمليه لحضرتك. فاحنا هنشتغل لغاية ما نوصل للمقاس المناسب لتحت الباط. انا هشتغل واجي واقول لحضراتكم اشتغلت كام سنتي واشتغلت كام سطر للنموذج اللي انا بشرح عليه. حضرتك مش هتتقيدي بنفس المقاسات بتاعتي لان مش كلنا هنعمل نفس المقاس.
حبايبي كده خلصت الجزء اللي هو من اول الوسط لغاية هبتدي حردة الباط. طبعا ما ننساش انه في سطر او سطرين هيتعملوا تحت باللون الاسود، فناخد بالنا برضو من الحتة دي. هنا انا عشان اقسم بقى واقسم القسمة دي، انا حاطة ماركر اهو. هقسم بقى ازاي؟ باجي هنا في الاول كده في البداية بروح قسمة الاتنين دول بالنص كده، وبعدين اروح قسماهم تاني بالنص، واحط الاتنين ماركر هنا، بحيث ان انا كده خليت الظهر لوحده، الجزء ده بتاع الظهر لوحده اهو. وبعدين عند الماركر اهو هاتني كده وهاتني كده اللي هما الحتتين بتوع الصدر. طب انا هعتمد بس على القسمة دي؟ لا، اما ان حضرتك تقيسي المسافة دي والمسافة دي والمسافة اللي ورا بالمزورة، على اساس ان انا كنت عاملة 50 سنتي، فهنا هيبقى ده 12 ونص وده 12 ونص، يبقى اللي قدام كله 25 واللي ورا 25. طب ممكن ولا كده ولا كده تعملي ايه؟ بتعدي الغرز كلها تقسميها بالنص بالظبط، تاخدي نص للظهر والنص بتاع اللي قدام هتقسميه بالنص بالظبط، يبقى هنا اللي قدام اتقسم نصين والورا اللي هو الظهر فضل زي ما هو. دلوقتي هنبتدي نعمل الحردة. هبتدي بقى سطر جديد، وعايزة اوري لحضراتكم بصوا الحروف بتاعت الشغل مستقيمة خالص، ما فيهاش نازل وطالع والكلام ده كله اهي. فبناخد بالنا قوي من الجزء ده. صحيح هيتعمل عليه مرد او هيتعمل عليه سجاف او كنار، لكن مهما كان لازم شغلي يبقى مظبوط. هبتدي بقى اشتغل دلوقتي سطر جديد لغاية ما اوصل لقبل الماركر. هنا هنشوف هنعمل ايه. وناخد بالنا انا هعمل حردات اللي هي الحردات القديمة بتاعت زمان اللي كنا بنعملها في التريكو، وهاخد بالي انه الحردة اللي تنفع لسن سنة مش هي نفسها اللي هعملها لسن واحدة شابة كبيرة او هعملها لنفسي. وانا بشتغل هقول لحضراتكم لو هتعمليها لبنوتة صغيرة تبقى ازاي، لو هتعمليها لطفلة بيبي خالص لسه مولودة تبقى ازاي، ولو هتعمليها لحضرتك هتبقى ازاي. هبتدي برضو 3 سلسلة وألف الشغل واشتغل لغاية ما قرب ما اجي على الماركر. طبعا سبت هنا العمود الأولاني وهشتغل في العمود التاني، وهكمل شغل لغاية قرب الماركر، وهرجع مع حضراتكم ونشوف هنعمل ايه. وصلت هنا للجزء بتاع قبل الماركر، ادي الماركر اهو اخر الجزء، فهعد غرزة الماركر 1 وبعدين قبلها واحدة يبقوا 2 وقبلها واحدة يبقوا 3. هسيب ال3 غرز دول ودي بداية الحردة. يبقى انا ابتديت هنا احرد في اول جزء اللي هو الجزء ده، سبت 3 غرز ما اشتغلتهمش. طب لو انا بعمل لنفسي اسيب 3 غرز؟ لا، هسيب 5، لان حردة الباط عندي مش زي حردة الباط اللي عند طفلة عمرها سنة. وبعدين هبتدي ألف الشغل. أنا حردت هنا 3 غرز، 3 غرز أهم. هبتدي أسيب الغرزة دي والغرزة اللي بعدها رقم 2 هشتغل فيها غرزة إيه؟ غرزة منزلقة. يبقى هنا ابتديت بحردة ب3 وبعدين تاني سطر عملت 2 وبعدين هروح للغرزة اللي بعدها أعمل فيها منزلقة وبعدين ابتدي اعمل 3 سلسلة اللي هم هيبقى السطر الجديد، وهبتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة، اروح وارجع لغاية ما اجي للجزء ده ونشوف هنكمل ازاي. يبقى وانا جاية كده سبت 3، قلبت الشغل واشتغلت على اول غرزة عملتها غرزة منزلقة، الغرزة يعني سبتها والغرزة اللي بعدها منزلقة، الغرزة الثالثة ابتديت اشتغل فيها، يبقى انا سبت او حردت 3 وبعدين 2. هكمل السطر كله اعمدة وبعدين ارجع عليه تاني اعمدة ونشوف المنطقة دي هعمل فيها ايه. وصلت هنا لاخر السطر باقي غرزتين،
هشتغل في الغرزة اللي قبل الأخيرة واعمل عمود. الغرزة الأخيرة مش هشتغلها، أبقى أنا حردت هنا إزاي؟ سبت 3، أنا عشان كده سايبة الماركر أهو، حردت 3 أو سبت 3. بعدين وأنا راجعة سبت عملت 2، اختصرت 2 أهم باينين أهم. وبعدين مشيت السطر كله ورجعت وانا راجعه سبت واحده، يبقى انا اختصرت ايه او حردت ايه؟ 3 2 1. 3، ناخد بالنا قوي من الرقم ده، 3 2 1. طب لو البنوته اصغر من سنه، صغيره بيبي خالص، يبقى 2 1 بس. 3 دي هتبقى واسعه عليها ناحيه الباط. طب لو بتعمليه لحضرتك يبقى 5 4 3 2 1. فاهمين الفكرة دي؟ ده شغل كان التريكو، لما كنا بنشتغل تريكو كان بيبقى كده 5 4 3 2 1. انا هنا عشان دي طفلة سنة فعملت 3 2 1. هبتدي بقى ارتفع 3 سلسلة، خلاص انا كده مش هختصر تاني، وهتبقى حردة البطة اهي اهي كده. هبتدي بقى اشتغل السطر اللي بعده، اخلص السطر لغاية الاخر، وهرجع ونشوف نقول ايه في بعد كده هنعمل ايه. كده خلصت الحردة دي بتاعة تحت الباط، شايفين شكلها ازاي؟ طبعا هيتركب عليها الكم او يتركب عليها مرد اللي هو سجاف كده او اطار حوالين الكم. اذا كنا هنعمله جيليه مش هنعمله بنص كم، لكن احنا الموديل بتاعنا معمول بنص كم، فده هنحط عليه الكم او هنشتغل عليه الكم. انا كده خلصت حردة الباط ده، حردة الباط اهو خلصته، واشتغلت اهو السطر، اخر سطر في حردة الباط اهو، اخر سطر في حردة الباط. اول ما اخلص حردة الباط، طالما انا بعمل صدر مدور ونازل شوية لتحت، هبتدي من الجزء اللي هو اللي في النص ده، ابتدي اعمل حردة الرقبة. وحردة الرقبة زي ما شفنا في الموديل في الاول ان هي مش مخنوقة على الرقبة، دي نازلة لتحت شوية، فانا عشان كده هبتديها بعد ما حردت الباط على طول. لو انا عايزاها مخنوقة لا، بشتغل بعد كام سطر ابتدي احردها. انا بديكوا فكرة بس عشان لو عملتوا حاجة تاني. طيب انا دلوقتي هبتدي ارتفع 3 سلسلة، خلاص مش هعمل تناقص في الباط، والف الشغل كده. ده العمود الاولاني، وبعدين العمود التاني هشتغل لغاية ما السطر قبل ما يخلص، وهنشوف ازاي هنحرد حردة الرقبة. فانا هشتغل انا ده وارجع مع حضراتكم نحرد الرقبة. هنا دلوقتي وصلت لاخر السطر، هعد من الاخر 1 2 3. 3 غرز هم دول اللي هسيبهم في حردة الرقبة في اول سطر. الغرزة الرابعة اهي هشتغلها، ويبقى انا حردت كده 3 غرز، 1 2 3، زي بالظبط حردة الباط. انا الباط حردت 3 2 1، هنا برضو هيبقى 3 2 1. فانا كده اختصرت 3 غرز. هبتدي الف السطر، الف الشغل، واسيب الغرزة الاولى مش هشتغلها، والغرزة التانية هعمل غرزة منزلقة، والغرزة التالتة هبتدي اشتغل فيها بس هبتدي بمنزلقة، وبعدين ارتفع 1 2 3 سلسلة تمثل عمود. يبقى انا اختصرت 3 غرز في سطر، والسطر اللي بعده اختصرت 2، وهكمل لغاية اخر السطر. وناخد بالنا ان انا من ناحية الباط خلاص مش هختصر اي غرز تاني. فانا هشتغل ده، هروح على السطر وارجع، يعني هشتغل السطر كده وارجع اكمل الحردة بتاعة الرقبة. عملت السطر كده ورجعت تاني كده، فاضل اهم هنا غرزتين. احنا هنا اختصرنا 3 وبعدين 2، المرة دي هختصر 1، فهشتغل اخر غرزة اللي هي قبل الاخيرة دي واسيب الاخيرة،
وابقى انا كده خلصت الحردة الناحية دي بتاعة الرقبة. هبتدي بقى اشتغل اسطر عادية خالص من غير اي اختصارات، لا من ناحية الباط ولا من ناحية الرقبة، لغاية ما اوصل لطول الباط اللي انا عايزاه للسن اللي انا بعمل له الجاكيت. فهشتغل عادي خالص، ده اول سطر، وهكمل لغاية الكتف، وهرجع معاكم ونشوف مع بعض هو انا الكتف هقفله ازاي، هسيبه مستقيم ولا هعمل فيه ايه. هنشرح ده مع بعض لما اخلص الجزء ده. كده خلصت الحردة بتاعة الباط وحردة الرقبة، ووصلت للطول اللي انا عايزاه للسن ده اللي انا بعمله. يعني بنشوف من بعد حردة الرقبة الباط هيبقى المسافة من هنا لهنا 8.5 سنتي. انا عملت كمان الاسطر كلها من اول بداية الحردة لغاية فوق هنا 12 سطر، بعد حردة الرقبة 5 اسطر. يعني لو عايزين تشوفوا الاسطر اللي انا عملتها. طيب انا هنا كده خلصت، المفروض ان انا خلصت، وان ده الكتف، وان ده الباط، وان دي حردة الرقبة. الناس اللي بتفهم في الخياطة العادية، خياطة القماش، لما بتيجي تقص باترون لأي كورساج بتاع فستان أو بلوزة أو كده، يعني الجزء العلوي من الفستان، عمر ما بتقص الكتف يبقى دغري كده، يبقى خط مستقيم كده، عمره. اللي بيحصل إن أنا بشوف المكان اللي عند حردة الرقبة اللي هو المكان ده بيبقى أعلى قليلا من المكان اللي عند الباط، فبتلاقي إنه الكتف طالع كده، يعني إيه، بوربة كده، مايل، عمره ما بيبقى مقطوم كده. فاحنا هنعمل ده في القماش في الكروشيه، ودي معلومة مش هيقولها لك ناس كتير، على أساس إن مش الكل بيعرف يخيط. أنا باعتباري إن أنا بعرف أخيط يعني، ففاهمة الحتة دي. طيب هعمل إيه بقى؟ أنا عديت عدد الغرز بتاعت الكتف ده طلعوا 16، أيا ما كان العدد اللي هيطلع هتقسمي العدد كله على 3، يبقى تلت وتلت وتلت. فأنا هنا ببتدي من ناحية إيه؟ من ناحية الباط. الباط بيبقى منخفض شوية عن مكان الرقبة، فهعمل إيه؟ هاجي ارتفع واحدة سلسلة وألف الشغل، والسلسلة اللي أنا ارتفعتها هعتبرها غرزة حشو وتبقى رقم 1. هروح للي بعدها تبقى رقم 2، رقم 3، 4، 5. 5 غرز اللي هم تقريبا التلت بتوع العدد 16 عملتهم غرزة حشو، وبعدين 5 هعملهم نص عمود، 1، 2، 3، 4، 5. يبقى عملت 5 حشو و5 نص عمود، والستة اللي باقيين هعملهم عمود، 1، 2، 3، 4، 5، وآخر واحدة 6. وابقى كده خلصت الحردة بتاعت الكتف كمان. بصوا بقى عامل ازاي، شايفين شكله ده؟ ايه فايدته؟ فايدته انه ده لو انا لبست تحتيه شميز بالياقة، هتيجي الياقة تبقى كاسية على الجزء بتاع الرقبة ده، ما يبقاش الياقة بجزء من الشميز باينة، والحردات بتاعة الجيليه او الجاكيت نازلة لتحت. المنظر ما بيبقاش حلو ابدا، ودي هتعرفوها اكتر وهتحسوها اكتر في حردة الرقبة من ورا. ما حبش حردة الرقبة من ورا تبقى نازلة قوي كده،
وجزء من الشميز باين، وبعدها الياقة. يعني هنا ببص الاقي 3 اجزاء في الرقبة اللي زي دي، 3 اجزاء موجودة. جزء بتاع الرقبة، حردة الرقبة بتاعت الجاكيت، وبعدين جزء من الشميز، وبعدين الياقة بتاعت الشميز. انتوا متخيلين المنظر؟ اكيد مش حلو ابدا ابدا ابدا. فهنا بحب قوي الياقة تبقى كاسية على الحردة بتاعت الرقبة، وهتشوفوها معايا هنعمل ايه في حردة الرقبة بتاعت الخلف. بصوا بقى دي، طالما انا بعمل كتف يبقى زي الخياطة بالظبط، اعمله بالطريقة دي كده. انا خلصت وهقطع الخيط، ويبقى انا خلصت جزء اهو كده اهو. هاجي بقى على الجزء ده، هعمل الجزء التاني ده زي الاولاني بالظبط، بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها. الشغل مش بيبقى شغل وخلاص، لازم ناخد بالنا. لو حضراتكم فاكرين، انا كنت ابتديت الحردة دي، ابتديت السطر من هنا كده، وما كملتش السطر وقطمته هنا عند ال3 غرز دول، ورحت راجع عليه تاني. مع ان في المفروض لو انا مش هحرد كنت همشي السطر كده والف من ورا واجي كده، صح؟ طيب انا هنا عشان حردت فخدت الجزء ده لوحده، هعتبر نفسي كأني بكمل السطر، وهمشي من الظهر كده كده كده، وبعدين لما اجي ابتدي الحردة هبتديها من هنا. يعني هبتدي السطر الجديد بتاعي من هنا. انا ابتديت من هنا وانتهيت هنا في الجزء ده، انا هعمل هنا العكس. طب ليه؟ ايه الحكمة يعني ما ابتدي من اي حتة؟ خدوا بالكم ان الشغل باين فيه سطر بنشتغله على الظهر، وسطر بنشتغله على الامام. فمفروض لما بحط الاتنين دول قدام بعض، شايفين الشكل؟ الجزء ده من قدام ده، دول من الوجه، دول اللي تحتهم كنت شغلهم من الخلف، اللي تحتهم من الامام، وهكذا. ما جيش بقى ايه تبقى واحدة من الامام والتانية من الخلف، مش هتبقى حلوة، وخاصة لو بعمل غرز. يمكن في العمود مش هتبان قوي، لو انها هتبان برضو. فاهميني؟ معلش استحملوني في الحاجات الرفيعة الصغيرة دي اللي انا بقولها، دي هتفيدكوا قوي في شغل، سواء بقى خياطة، سواء تريكو، سواء كروشيه، سواء اي حاجة بعملها لازم نمشي بنظام. انا مشيت هنا كده، مفروض كنت هكمل السطر كده وارجع كده، هو ده اللي انا هعمله. هبتدي بقى من هنا، فانا هسيب ال3 غرز دول بتوع الحردة، وابتدي من الغرزة الرابعة، وابتدي اسحب الخيط واشتغل بنفس الطريقة. هبتدي ارتفع 1 2 3، واشتغل بقى بنفس الطريقة هنا كده لغاية ما اخلص حردة الباط، وبعدين ابتدي اعمل حردة الرقبة زي ما عملنا هنا بالظبط. واتمنى ان انتوا لو وقفت يعني ما قدرتوش تفتكروا انا عملت ايه، ارجعوا في الفيديو للحتة دي وعيدوها تاني وشوفوا، لان اللي هيتعمل هنا هو اللي هيتعمل هنا. بس انا هنا كنت بادية السطر كده، هنا هبتديه من تحت الباط كده، وهروح واجي برضو بنفس الطريقة لغاية ما نخلص الجزء ده، وهرجع واوريها لكم ونشوف الظهر بقى هنبتديه ازاي. هنراجع بس الحتة دي تاني في الفيديو عشان نعمل دي زيها بالظبط، بنفس الغرز، بنفس اعداد السطور، بنفس كل حاجة عملناها، لان الاتنين دول لازم يبقوا قدام بعض. كده خلصت الجزء بتاع الصدرين، وخلصت كمان الظهر. عملت الظهر زي الصدرين بالظبط، يعني نفس الحردة. ابتديت خدت 3 ومشيت السطر كله وسبت 3 في الاخر، وبعدين اول السطر سبت 2، وفي اخر السطر هنا بعد ما اشتغلت سبت 2، وانا راجعه 1 وانا راجعه، يعني 3 2 1 زي ما ابتديت بالظبط. يعني اشتغلت دغري خالص لغايه اخر سطر. اخر سطر بس اللي ما عملتوش، يعني هما كانوا 13 سطر هنا، 12 وسطر القفله، انا عملت هنا 12 ولسه سطر القفله.
لو فاكرين انا قلت لكم ايه، انا قلت لكم ما بقفلش الكتف حته واحده، انا بقفله على 3 مرات عشان يبقى زي الخياطه، ويبقى طالع من ناحيه الرقبه، دي الحته بتاعت الرقبه، يبقى طالع كاسي على الرقبه كده. هنا هعمل نفس الشيء وناخد بالنا، يعني انا واقفه لغايه هنا، وانا دلوقتي هشتغل من ناحيه الباط، ادي الباط اهو. فهبتدي اعمل ايه، هعمل، احنا فاكرين كنا سايبين للكتف 16 غرزه، فهبتدي اطلع في اول غرزه بسلسله واعتبرها غرزه حشو لاول غرزه، يعني كأن اول عمود عملت قدامه اول غرزه حشو. 1 2 3 4 5، يبقى عملت 5 غرزه حشو، وبعدين 5 غرزه نص عمود. 1 2 3 4 5، يبقى 5 غرزة حشو و5 غرزة نص عمود، وبعدين 6 عمود. 1 2 3 4 5 6، يبقى كده الكتف الأولاني خلص. كده الكتف الأولاني هشتغل لغاية ما أوصل لآخر 16 غرزة، هشتغلهم غرزة حشو، يبقى كل الجزء بتاع الرقبة هعمله غرزة حشو. فهبتدي هعمل كده، اللي هي الغرز اللي باقية من ال16 وال16، هكملهم أنا بقى لغاية آخر جزء، ونشوف برضو هنشتغل إزاي. يبقى أنا هنا بصوا بقى الرقبة هتبقى إزاي، الرقبة هتبقى عالية، اللي هي الرقبة من ورا هتبقى عالية، اما اخلصها هتشوفوها. هكمل لغاية آخر السطر واسيب 16 غرزة نشتغلهم مع بعض ونشوف هنكمل إزاي. خلصت كده الجزء بتاع الرقبة أهو. هبتدي بقى أشتغل، أنا هنا دلوقتي هشتغل من الجزء اللي عند الرقبة لغاية الجزء بتاع الباط، فهبتدي عكس ما أنا انتهيت هنا، هعمل 6 غرزة عمود. 1 2 3 4 5 6، وبعدين 5 غرزة نص عمود. 1 2 3 4 5، وبعدين 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. يبقى أنا كده خلصت الجزء بتاع الظهر. بصوا الكتف طالع ازاي، مش حتة مستقيمة، وفي نفس الوقت هنا برضو بنفس الطريقة. والجزء بتاع الحردة بتاعت الرقبة شايفين شكلها باينة اهي، محرودة بس خفيف قوي، عشان قلنا لو نلبس عليها شميز بالياقة تبقى الياقة كاسية على الرقبة، ما يبقاش جزء من هنا من الشميز باين. فاهميني؟ بس انا كده خلصت. هقطع الخيط، وبعدين ابتدي اول حاجة اعملها على الظهر بقى، هبتدي اخيط الكتفين. خيط الكتف ده والكتف ده، خيط دول بإبرة الخياطة. خدوا بالكم ان الارقام بتاعت الاعداد بتاعت الاكتاف قد بعض اهم. هخيط كده
على الظهر طبعا مش على الوش. هخيط كده غرزة قدام غرزة، اما بإبرة التريكو او الكروشيه او الخياطة، إبرة الكروشيه او الخياطة. انا هعملها بإبرة الخياطة، وهنا برضو هعملها. وبعدين نرجع بقى، يبقى فاضل لنا المردات بتاعت الصدر وبتاعت الرقبة، وفاضل لنا الأكمام. حبايبي انا هنا عملت مرد، والمرد ده هنعمل زيه هنا، بس اللي هنعمله هنا هيبقى فيه العراوي، وده اللي هركب فيه الزراير. فكان عبارة عن لقط غرز بس، وعملتها غرزة الحشو. عملت 5 أسطر. هنعمل برضو القمر التاني، المرد التاني ده، بس هنعمل فيه العراوي، وده طبعا عشان متميز بانه فيه عراوي فعملت ده السهل، وبعدين هعمل ده معاكم. طيب هنيجي بقى دلوقتي، هبتدي معاكم نلضم دي، نلضم الجزء ده. هبتدي ادخل في اول غرزة، وابتدي اسحب الخيط، واعمل غرزة سلسلة وكأني عملت غرزة حشو. هدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل حشو، والغرزة اللي بعدها، وهكذا كل غرزة حسب ما بيريح معايا وضع الإبرة، وما لا شد الشغل ولا رخيه، عشان يبقى بصوا هنا سليم ازاي، بصوا شكله، يبقى لا هشد ولا هرخي، هخليه دايما على عدلة ايدي، دي مش بتبقى قاعدة يعني. هنا هدخل برضو هنا، يعني انا دخلت في اول السطر هنا، ما هو دي كلها دي سطر، الجزء ده كده سطر، فانا دخلت في اول السطر، وبعدين في نصه هنا كده، وبعدين برضو في اول السطر التاني، وبعدين في نصه، هحاول ان انا ما اسيبش فتحات وانا ماشيه، يعني ادخل ما بين الخيوط عشان ما افتحش المكان، وادخل هنا وفي نص الغرزه بس في الخيط عشان ما يبانش انه مفتح، وهشتغل كده لغايه اخر السطر اهو. شوفوا شايفين لا مشدود ولا مرخي، فهكمل لغايه اخر السطر. خلصت كده السطر الاولاني، هرتفع واحده سلسله والف الشغل، واشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو. طبعا غرزه السلسله الاولانيه كانها الغرزه الاولى، واشتغل السطر كله غرزه حشو. كمل انا السطر كله، والسطر الثالث هعمل فيه العراوي. هكمل انا السطر، وبعدين هنرجع في السطر رقم 3 نعمل العرب. كده خلصت السطر رقم 2. هرتفع واحدة سلسلة واجي هنا السطر رقم 3 هعمل 3 عراوي بس، واحدة في الاول هنا، وواحدة في الاخر هنا، وواحدة في النص. فهعد الاسطر دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى هعمل عروة في السطر السابع والسطر الأول والسطر الأخير، يعني هعمل عروة هنا وهعمل عروة هنا في الجزء الأولاني ده، وبعدين في في السطر ال13 السابع هعمل عروة. فأنا هبتدي هنا، أنا عملت كده غرزة سلسلة، وهعمل عملت غرزة سلسلة للحشو، وبعدين 1 2 للعروة، وبعدين هسيب 1 1 2 وادخل في الغرزة الثالثة واعمل غرزة حشو. يبقى انا ابتديت هنا، ما ننساش ان انا عاملة في البداية غرزة حشو عشان ما اسيبهاش، وبعدين سايبة غرزتين هنا وعاملة بدالهم 2 سلسلة دول للزرار، وبعدين هدخل بقى هنا واعمل حشو لغاية ما اجي للسطر رقم 7. وصلت هنا للسطر رقم 7،
1 2 3 4 5 6. خلصت 6. وادي السطر رقم 7 برضو هعمل 2 سلسلة واسيب 1 2 وفي الغرزة الثالثة هعمل غرزة حشو. يبقى عملت هنا الغرزة رقم 2 او العروة رقم 2. يبقى واحدة في الاول اهي وواحدة اهي في النص، وبعدين هعمل واحدة زيها في الاخر هنا بعد ما اخلص الجزء ده. اخر 3 غرز عملت هسيبهم كده، هعمل 2 سلسلة واسيب غرزتين وادخل في الغرزة الثالثة زي ما ابتديت في الاول وهعمل غرزة حشو. يبقى عملت كام عروة؟ عملت 3 عراوي، واحدة عند الديل تحت، وواحدة في النص، وواحدة في الاخر. وبعدين هبتدي اعمل واحدة سلسلة واشتغل هنا السلسلة بدل غرزة الحشو، ادخل جوه بقى هنا في العروة واعمل 2 غرزة حشو بدل ال2 سلسلة وال2 غرزة اللي كنت سايباهم من تحت. وبعدين ابتدي اشتغل عادي خالص، وكل ما تقابلني عروة اعمل بدلها 2 غرزة حشو زي ما انا ماشية كده عشان ما اعطلكوش. وده السطر الكام؟ ده السطر كده الرابع، واشتغل سطر خامس عليه تاني يبقوا 5 اسطر كلهم وابقى خلصت المرض ده. خلص انا بقى كده وارجع لحضراتكم. خلصت كده المرض وقطعت الخيط، هيبقى فاضل بس تركيب الزراير. ودلوقتي هبتدي اعمل المرد الاسود بتاع الديل، فهبتدي من اول الديل من هنا هبتدي اسحب اللون الاسود واعمل 3 سلسلة في اول غرزة اللي هي تعتبر عمود، وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعدها عمود برضو. هشتغل سطر واحد اعمدة، مش هعمل حاجة خالص غير غرزة عمود. طبعا باخد الخيوط الزيادة معايا للتنظيف. بدخل في كل غرزة كده، هيبقى سهل تحديدها اللي هي غرزة البداية، وهشتغل في كل غرزة عمود بالطريقة دي لغاية ما اخلص السطر كله. مش هعمل حاجة غير سطر واحد. حبايبي كده خلصت الجزء بتاع الديل. دلوقتي هعمل المرد الاسود بتاع الرقبة، هيبقى فاضل لي بس بعد كده الكم التاني وهعمله برضو معاكم. ده كم خارجي زي ما اتفقنا. هبتدي ادخل بقى هنا كده واسحب اللون الاسود هعمل 3 سلسلة يمثلوا اول عمود، واخد بقى الخيوط دي معايا، وبعدين ادخل هعمل في كل غرزة عمود زي ما عملت في الديل، داير ما يدور الرقبة كلها. بدخل في قاعدة الغرزة، بحاول ابعد عن الفتحات، يعني ما بفتح، لاني لو دخلت في الفتحة بوسعها زيادة فمش هيبقى حلو. انا بحاول ابعد عن الفتحة، يعني بصوا الفتحة اهي بدخل في غرزة قبلها او في الخيط اللي قبلها. هشتغل انا بقى كده داير ما يدور الرقبة زي ما الغرز تبان بالنسبة لي. هشتغل داير ما يدور ونخلص الرقبة واركب الزراير ونرجع عشان نشوف الكم هيتعمل ازاي. حبايبي كده الشكل بعد
ركبت الزراير وركبت المرد وعملت الكم. دلوقتي انا عملت هنا الزراير زرار صغير عشان هيجي عليه الفيونكة دي هتتحط هنا فهتداريه، فعملته صغير. مش هلزقه دلوقتي بس بعد ما اخلص. هسيب لحضراتكم الرابط بتاع الفيديو بتاع الفيونكة، انا كنت عاملاها قبل كده في القناة، فعشان بس ما اطولش الفيديو ده هسيب لحضراتكم الرابط بتاعه في علامة الاي فوق وفي بداية الفيديو، وكمان في صندوق الوصف هحط لكم الرابط. وهتعملوا الفيونكة هلزقها بعد ما اخلص هتتحط كده. طبعا مش هلزقها على الاتنين، بلزقها من طرف واحد كده عشان ده بيتفتح ويتقفل. وده شكل الكم بعد ما خلص. هبتدي دلوقتي اعمل الكم مع حضراتكم. هبتدي دلوقتي اجي في الجزء ده عند الكتف كده، وبعدين ابتدي اسحب الخيط واعمل 3 سلسلة تمثل اول عمود. هاخد الخيط ده معايا وانا بشتغل. بصوا هنا ده سطر، الجزء ده سطر يمثل شكله عمود اهو، ده العمود اهو اللي هو كنت بعمل فيه السطر. فانا دلوقتي دايما هعمل غرزة في بداية العمود، وغرزة هحطها في قلب سلاسل العمود، قلب شغل العمود، عشان ما افتحش الخياطات. فانا كده عملت في اول العمود اهو. هاجي في نص العمود كده واعمل عمود تاني، ويبقى عملت في العمود 2. اجي في اول التاني اهو اعمل عمود، وبعدين اجي في وسط الخيط بتاع العمود الاولاني اللي تحت اعمل عمود، وبعدين في الاخر كده بعمل عمود اهو. كل سطر بعمل فيه عمودين، سطر في بداية العمود وسطر في نفس العمود، ما بدخلش في الفتحات عشان ما وسعش الفتحات. اعمل معاكم تاني اهو العمود اهو، شايفين العمود؟ حتى العمود ده كان بدايته 3 سلاسل، فانا هدخل في السلسلة كده واعمل عمود، وبعدين في قاعدة العمود اهو. يعني دايما كل واحدة فيها عمودين، عمود اهو في الاول وعمود في النص، عمود في الاول وهعمل عمود في النص. هشتغل بقى السطر لغاية ما اجي تحت الباط ونشوف هنعمل ايه تحت الباط. وصلت هنا لتحت الباط. فاكرين انا كنت في الامام كنت مختصرة 3 غرز، وفي الخلف كنت مختصرة 3 غرز، فدول ال6 غرز اهم، 1 2 3 4 5 6. هعمل بقى الاختصار في ال6 دول. هشتغل في 3 وبعدين 3، هاخد كده واسيب غرزتين على الابرة مش هكمل. الغرزة التانية هاخد غرزتين يبقى فاضل 3 على الابرة، وبعدين التالتة هاخد غرزتين وهيبقى فاضل 4 على الابرة، هاخد الاربعة مع بعض، يبقى ال3 اللي كانوا في الظهر اختصرتهم لوحدة. هشتغل التانيين بنفس الطريقة دي. الغرزة الاولى اهي هختصر غرزتين واسيب 2، اللي بعدها رقم 2 هاخد غرزتين هيتفضل 3، اللي بعدها هاخد غرزتين هيتفضل 4 فتلات على الإبرة هاخدهم مع بعض. وبعدين هبتدي أشتغل بنفس الطريقة، بدخل في أول العمود وهدخل في نص العمود، السلسلة باينة أهي، واشتغل لغاية ما أنهي السطر بالطريقة دي. هكمل بقى لغاية ما أكمل السطر كله، ويبقى أنا بس اختصرت الجزء اللي هو تحت الباط 3 في 3. هبتدي كده أقفل السطر. أنا خلصت السطر كده، هعد 1 2 وفي تالت سلسلة هبتدي أقفل، وابقى خلصت كده السطر الأولاني بالاختصارات اللي موجودة فيه. ممكن لو عايزة تعمليه جيليه وتسيبيه كده يعني قط من غير كمام هيفضل كده، او تعملي سطر تاني وخلاص. لكن لو عايزين نعمله نص كم فانا هكمل النص كم، فهعمل النص كم، هبتدي سطر تاني هعمل فيه اختصارات، هبتدي ارتفع 3 سلسلة ودي اول عمود،
وهدخل في كل غرزة اعمل عمود لغاية ما نوصل لمنطقة تحت الباط، ونشوف هنختصر تاني ازاي. طبعا لو انتي وصلتي لاتساع الباط اللي انتي عايزاه مش هتعملي اختصارات تاني وتمشي الكم على كده، لكن انا ده شايفاه ان هو كبير شوية، فعشان كده هعمل اختصارات. يعني انت تفضلي تعملي اختصارات لغاية ما توصلي لوسع الكم اللي انت عايزاه، اللي هو دوران الذراع، وده باعتباره نموذج صغير للسنة، فانا طبعا لسه عايزة اضيقه تاني. فانا هشتغل لغاية ما اوصل لتحت الباط، ونرجع نشوف هنكمل ازاي. وصلت هنا للمنطقة بتاعت تحت الباط. فاكرين الثلاث غرز اللي انا خدتهم مع بعض دول، وكمان اللي جنبهم 3 هم خدتهم مع بعض. فهبتدي ادخل في واحدة منهم واعمل عمود وما خلصوش، وبعدين ادخل في التانية واعمل عمود وما خلصوش، واخد الاتنين مع بعض. يبقى انا اختصرت مرة واحدة اهو تحت الباط، وهكمل السطر برضو، هكمله لغاية ما اخلص السطر. هقفل السطر بقى، في تالت سلسلة وهشوف لو انا عايزة اختصر تاني هعمل بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت عليها. الغرزتين اللي انا كنت واخداهم هاخدهم الاتنين مع بعض، يعني اخد غرزتين من تحت الباط، وبعدين اشتغل لغاية طول الكم اللي انا عايزاه. انا عملت هنا ست اسطر، نعدهم مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7. عملت 7 اسطر باللون الاخضر، وعملت سطر واحد باللون الاسود. هعمل واشوف المقاس اللي انا عايزاه. طبعا انا وصلت هنا المقاس بالنسبه لي ده المريح وبالنسبه لي مظبوط كده. فانا هشتغل لغايه ما اخلص الكم، وبعدين بعد ما ركبت الزراير وكده هبتدي الزق الايه الفيونكة ونشوف شكله مع بعض. عملت كده 1 2 3 4 5 6 7. عملت 7 أسطر للكم. دلوقتي هبتدي أعمل اللون الأسود اللي هو الحرف بتاع الكم. فقبل ما أقفل كده بغرزة منزلقة هبتدي أدخل في السلسلة رقم 3 وأسحب اللون الأسود. طبعا طول الكم القصير زي ما حضرتك بتبقي مفضلة وتحبي، قصير قوي، قصير شوية، أطول حبة، زي ما حضرتك تحبي. وبعدين هبتدي أرتفع 3 سلسلة للعمود الأولاني، وبعدين هاخد الخيط تحت إيدي وابتدي أشتغل فوق كل عمود بعمل عمود، يعني هو آخر سطر زي ما عملت الديل وزي ما عملت الرقبة. فوق كل غرزة بعمل غرزة. هكمل أنا بقى السطر، هيبقى الشكل بالطريقة دي. هكمل السطر داير ما يدور وابقى خلصت الكم كده وخلصت الجاكيت حبايبي. وكده نبقى خلصنا الجاكيت وخلصت الأكمام بتاعته وخلصت الفتحة بتاعة الصدر. وزي ما حضراتكم شايفين الحردة بتاعة الرقبة شبه مستقيمة، هي مش مستقيمة زي ما شفنا في الفيديو، هي شبه مستقيمة على أساس إن هي زي ما قلت ما تبقاش محذوفة لورا لما نلبس تحتها شميز بياقة، والاقي ان الشميز باين نصه من فتحة الرقبة، ما بيبقاش حلو. يدوب كده هيبقى باين الياقة بس. ودي الفيونكة، وزي ما قلت لحضراتكم هسيب لكم رابط الفيديو في علامة الاي، وكمان في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت، بحيث ان حضراتكم ترجعوا له عشان ما ازودش وقت الفيديو.
والمردات بالعراوي والزراير زي ما شفناها مع بعض. اتمنى الجاكيت يكون عجبكم، اتمنى كمان الجيبة بتاعت الفيديو اللي فات تكون عجبتكم عشان تعمليه طقم تايير مع بعضه بخيط حلو وخيط تركي جميل والوان جميلة وحلوة، بحيث ان تقدري تحضري بيه مناسبة حلوة. اتمنى يا رب كل اللي بقدمه لكم يعجبكم، اتمنى تعملوا كل حاجة بايديكم وتعجبكم وتفرحوا بيها وتفرحوا اولادكم. وبحب اشكركم على كل كومنتاتكم الحلوة الجميلة اللي بتوصلني وبتكتبوها من القلب فبتوصل للقلب. وكل ايد حطت كومنت حلو، كل ايد حطت لايك على الفيديو وشاركت الفيديو مع جروبات كتيرة واصحابها، واشتراكاتكم في القناة لو كانت عجبتكم، كل ده بيساعدني وبيخليني احس ان انا بقدم حاجة ليها قيمة. شكرا حبايبي على كل حاجة بتعملوها وتدعموا بيها قناتي، اشكركم من كل قلبي، مليون شكر، بحبكم كلكم. ثانك يو، باي باي.